بتاعها اللي بتسجل فيه نتائج واختباراتها، فبتلاقي قدامها نقطة من الغبار الأزرق، فبتبص جوه الكتاب على التجربة اللي هتحتفيها بذرتين من عباد الشمس وحبة رحيق ظهور القمر مع جزء من الغبار الأزرق. وفجأة بتلاقي نفسها نجحت في عمل التجربة بتاعتها، فبتروح بسرعة لصديقتها تانا وبتقول لها انها عايزة توريها على حاجة ضرورية، بس لازم تفتكر ان احنا ممكن نكسر القواعد عادي. فبتاخدها للأوضة وبتوريها نتيجة التجربة انها ممكن تتحكم في الضوء، فبتنبهر تانا وبتفكر سيرينا ان هي حارسة الغبار السحري مش جنية ضوء، وبتوريها سيرينا الغبار البرتقالي اللي هي عملته، فبالتالي هتقدر تعرف قدرات الغبار السحري كلها. فبتسألها تانا ايه رأي مديرهم في التجربة اللي هي عملتها دي، ولكن سيرينا بتعرفها ان هو لسه ما يعرفش اي حاجة عن التجربة. وبتتصدم تانا لما بتعرف ان سيرينا بتستخدم الغبار الازرق في تجربتها، وان نقطة صغيرة منه ممكن تعمل منه كل ده. وفجأة بتخلص سيرينا جزء تاني من الغبار الازرق وبتحوله لبنفسجي، وبتقدر من خلاله انها تتحكم في الرياح. فبتبدأ تانا انها تخاف عليها وبتقول لها ان اللي بيحصل ده كله خطر وانها لازم توقف كل ده. وفجأة بيقع الغبار اللي هي عملته سيرينا على نبات صغير، فبيهز المكان كله وبيكبر النبات وبيتضخم حتى انه بيطلع في المدينة كلها وبيدخل البيوت والمباني، وحتى بيخبط في مديرهم الجني جاري اللي بيلاقي قدامه الغبار اللي عملته سيرينا. لما بتخرج بسرعة سيرينا وبتشوف اللي حصل، بيجي الجن جاري وبيزعق لها وبيرفضها وبيقول لها انه حذرها كذا مرة ما تلعبش بالغبار المسحور لان ده خطر عليهم. فبتلم سيرينا حاجتها وبتقرر انها تمشي. وبعد مرور سنة بيقوموا بمهرجان الفصول الأربعة وبيتحمسوا الجنيات جدا في دخول المسابقة، وبتنشغل تانا في إصلاح العربية اللي هتركبها الجنيات في المسابقة. وبتبدأ بعد كده المسابقة وبيتحمس الحضور، ولكن واحد منهم اسمه كلينك بيقوم علشان يدخل الحمام، وبيدخلوا الجنيات العرض الأول. وفي الوقت ده بتدخل سيرينا عليهم ومعاها مجموعة من الزهور، وبينزل منها غبار لون وردي بينيم كل الموجودين ما عدا كلينك اللي بيرجع وبيبقى مش فاهم ايه اللي حصل، وبيسمع صوت الجنيات جوه العربية محبوسين، فبيخرجهم منها بسرعة وبيندهشوا كلهم لما بيلاقوا كل الناس نامت. وبتسأل الجنيات كلينك اذا كان شاف سيرينا، فبيعرفهم ان هو شافها فعلا عند المستودع اللي فيه الغبار الازرق المسحور. فساعتها اول ما بيروحوا بيتصدموا ان الغبار الازرق كله اختفى من المكان، فبيترعبوا الجنيات لان الشجرة المسحورة عمرها ما هتقدر تصنع غبار سحري من غير الغبار الازرق اللي بيحفزها وبيقويها. وفي نفس الوقت الجنيات ممكن ما تقدرش تطير من غير الغبار ده، فبتقرر تانا ان هي تاخد باقي الجنيات ويروحوا يدوروا على سيرينا. وبتؤمر كلينك ان هو ياخد باله من الجنيات